الحمد لله تمام، أعرف نحمد رب بيكي. العالمين. حضرتك أنا اسمي حنان. أستاذة حنان كام سنة؟ 30. 30 سنة. مم. أحب أعرف مشكلتك. بص حضرتك، أنا كنت شغالة في الأقصر في مطبخ ورا شيف ستيوار. تمام. تمام. فلقيت شنطة فيها تليفون وفيها أوراق وفيها لوكشة مفاتيح بختم. تمام. تمام، فأنا لما أخدت أسلم الشنطة ديت لإدارة الفندق. مم. خليتها معايا، شحنت التليفون طلع بتاع واحد دكتور صيدلي. تمام. 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 فتعرفنا على بعض وكده وعرض عليا الجواز. قلت له انا مش هينفع اتجوزك الا لما يكون اهلك ايه، عارفين. موافقين. اه. في الاول قال لي ان ابوه وامه متوفيين، مم. وجاب 2 اصحابه على اساس ان هم اخواته. مم. فقال لي ايه، انا هتجوزك على سنة الله ورسوله، وايه وهنعيش مع بعض وكده. هو من قنا، من عيلة كبيرة قوي في قنا، ده كانت من دندرة. أول جوازة ليكي ولا أنت كنت اه. متجوزة؟ لا، دي اول جوازة ليا. أول جوازة. تمام. 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 هو من عيلة كبيرة قوي في قنا، من دندرة. مم. كنت منين؟ طبعا انا من القاهرة، من بولاق. تمام. فانا الصراحه حبيته، انا ما اقولكش لا ما حبيتوش، لا انا حبيته. مم. تمام. فقلت له خلاص انا موافقه. قال لي خلاص هنروح عند مأذون. مم. رحنا عند مأذون، واحد اسمه الشيخ خليل، طلع امام جامع مش مأذون. مم. تمام، في حته اسمها نجع الحجر في ولاد عمرو. مم. فكتبنا هناك، مم. يعني اتجوزنا هناك كده، اتجوزنا بالسنه وعملنا اشهار وسكننا مع بعض. مم. فانا كان معرفني ان الجواز ده هو جواز المحكمه. مم. تمام. وأنت فين فطبعا أهلك في كل ده؟ انا اهلي اتصلت بيهم وعرفتهم، وقالوا لي خلاص اول ما القسيمه ما تطلع ايه ابعتها لنا. انت ما انتي صغيره، انا معايا والدتي واخواتي البنات. أنت والدك متوفي؟ اه. وإخواتك ما فيش صبيان؟ لا. مم. تمام. تمام. ودي أول جوازة ليك؟ اه، دي اول جوازه. يعني انت كنت بنت لما حصل كل اه. الكلام ده؟ يعني اه وانت كنت. بنت سافرتي ورحتي الاقصر ورحتي اه. له هنا كل ده اه. وانت بنوته، وكان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي 28. تمام. تمام. كملي. فايه فطبعا يعني جيت لما انا حملت، هو اداني حبوب اجهاض. هو انا ما اعرفش ان دي حبوب اجهاض، مم. والمفروض ان هو فور الاسيد وحاجات اللي هي بتاعت التثبيت. مم. فده طلع بيديني حاجات تسقيط. طيب وهو اهله عارفين ان هو كان متجوزك؟ هو لحد من حوالي سنة ونص اه. وانا عارفة ان اهله ميتين. طيب هو تمام. هو دلوقتي كان بيبات معاكي وبينام او. عندك او. وقايل لك ان اهله متوفيين؟ او. تمام. هو كان عنده كام سنه؟ هو كان عنده بتاع 34. 34 سنه. او. تمام. كملي. تمام. مم. فجيت لما انا رحت المستشفى عشان ان انا اكشف وكده، قالوا لي ده البيبي توفى في بطني. مم. فطلبوا مني اسامي الجواز. مم. قالوا لي لازم اسامي الجواز عشان ايه، نقدر ندخلك بقى المستشفى، مم. يا اما كده هتعمل لك قضية زنا. مم. تمام. فرحت السجل وطلبت القسيمة، قالوا لي مفيش ايه قسيمة. مم. فاتصلت بيه بيقول لي تلاقي المعزوم نسي انه يسجل ايه القسيمة. القسيمة. مم. انا معايا الاقرار اللي هو بتاع الجواز. مم. المفروض المعزوم قال لك تتم بيه لغاية ما القسيمة ما تطلع. مم. تمام. مم. فلما انا قلت له طب انا دلوقتي الورقة اللي معايا ديت انا عرضتها على حد، قال لي ده جواز سنة مش جواز محكمة، مم. زيها زي أنا العرفي. عرفي. تمام. اه. تمام. ولو عرفي كان العرفي هيبقى ليه ايه أهمية عنها. مم. فقال لي لا انت ما تسمعيش كلام حد، انا متجوزك على سنة الله ورسوله، ان دوت اشهار وكل حاجة. طب هو ما راحش معاك المستشفى ولا راح معاك للدكتور ولا أي حاجة؟ لا. لا ما راحش. تمام. تمام. فبعد كده بقول له طب انا دلوقتي عايزه سنة الجواز. قال لي خلاص اصبري اسبوع، هروح للمأذون واخليه ايه يشوف ايه القصه ديت، القسيمه اللي ما نزلتش. فروحت الصيدليه اللي احنا كنت على طول بروح اقعد معاه فيها. تمام. بنزل من البيت اقف معاه في الصيدليه وكده. مم. لقيت واحد هناك بقول له لو سمحت هو فين الدكتور احمد؟ بيقول لي مين حضرتك؟ مم. بقول له انا مراته. بيقول لي نعم. قلت له في ايه حضرتك انت مين؟ بيقول لي انا ابوه. يا خرابي. تمام. قلت له ابوه مين؟ ده ابوه وامه ميتين، هو قايل لي كده. مم.
قال لي لا يا ماما، ما فيش حاجه اسمها ابوه وامه ميتين، انا ابوه او كان قاعد مع واحد يبقى اخوه، وده عمه، واحنا على وش الدنيا زي ما متنا. مم. فبقول له طب دلوقتي حضرتك انا مرات ابنك وريته صوره من عقد الجواز، مم. بيقول لي عندك المحكمه مفتوحه، روحي مم. اثبتي حقك في المحكمه الاول، بعد كده تعالي ايه ليه مم. انا اديكي حقك. مم. طبعا انا قعدت ارن عليه ما بيردش عليا. مم. رحت تاني مره، مم. لقيت عمه اللي قاعد. بقول مم. له يا عمو طب دلوقتي انت المفروض يعني انت كبير والمفروض ان انت تحل الموضوع دوت. طيب، واحدة واحدة، كل ده وانت عايشة في الشقة اللي هو جايبها لك او او مأجرها لك او وفرشها لك؟ ايوه. يعني الشقة مفروشة؟ اه إيجار طبعا، صح؟ اه. تمام، كملي. بس فعمو بيقول لي ايه معاكي كام مره، وكل مره احسبيها ب1000 جنيه. مم. ده عمو. مم. فقلت له طب يعني حضرتك المفروض ان انت راجل كبير، الكلام ده ما مم. يطلعش منك، مم. المفروض تجيب ابن اخوك وتساله يا مم. جماعه واجهوني بيه. بعديها ب10 ايام انا رحت عشان اعمل محضر في القسم، مم. فبندر هنا. مم. بعد ما طلعت من البندر ومشيت جيت اروح على البيت، في ناس خدوني خطفوني هم اللي مسلطينهم، مم. ودوني حته اسمها الحجارات. مم. هناك بقى يعني بالمعالي السخنه كده انا عامله عمليه في رجلي. مم. بقى يكبوا لي زيت وميه سخنه ويكبوا لي ويلسعوني في العمليه. مم. طبعا الناس حواليهم بلغوا الحكومه وكده، نزلت المركز، مم. نزل المركز كامل ورئيس المباحث والمأمور وصف القسم كله. مم. وساعتها حصل هناك ضرب نار وفي حد اتوفى هناك، ورئيس المباحث جابني في ايده. تمام. جيت بعد كده في حد قال لي اروح محكمة الأسرة ارفع عريضة اثبات علاقة زوجية. مم. تمام. رحت رفعت العريضة وبقالي دلوقتي سنة ونص اهو في الموضوع دوت، مم. عمالة ان انا ايه ان انا بعافر فيه. مم. فهو من قيمة فترة هو وناسه اتصلوا بيا ودلوقتي بيهددوني، ورحت لقرايبه، مم. ورحت لناسه، ورحت لشيخ البلد بقول لك وشنو ايه الامين. بقول لك ايه هو انت عايزه منه ايه؟ انا عايزة اسيب الجواز واسيب الطلاق. مم. عشان طبعا قدام اللي هيجي يتجوزك تاني يبان ان ان انا انت كنت اه متجوزه كنت متجوزة ومتطلقه. ومطلقة. طيب، هو لا هيديكي قسيم الجواز ولا هيديكي قسيم الطلاق، وهتفضلي تهيني نفسك وتهزقي في نفسك. نرجع لورا بقى شويه. انت اصلا قليتي من نفسك، انت اصلا رخصت من نفسك، انت رحت له ببلاش. انت واحده عندك 28 سنه وكنت بنت بنوت ان انت تسافر الراجل، لا تعرفي اصله ولا فصله ولا تعرفي اذا كانت اهله عايشه اهله ميته. فانت اللي قللت من نفسك وتستاهل اللي انت فيه دلوقتي. انت ما ايوه انا رحت. عززتيش نفسك وخليتي واحد جه خبط على اهلك وطلبك منهم. انت غلطتي غلط جامد جدا جدا. ف صح. يعني انا شايف رايي بقى، انا يعني لو انت هتاخدي برايي بقى، انا شايف يا بنت الناس ان انت ابن الحلال اللي يجيلك تعترفي له بكل القصه دي، ولا عايزه ولا تاخدي منه قسيم الجواز ولا تاخدي منه قسيم الطلاق. وبالقسيمه اللي هي معاك المزوره ديت، يعني يعتبر مزوره خلاص، تعترفي للشخص اللي هيجي بكل السيناريو اللي انت حكيته لي ده، وهو تمام. انا دلوقتي حضرتك يتقبلك بيه. انما ان انت تقعدي تروحي له البلد هناك، المره دي خطفوكي وبهدلوكي، المره الجايه هيموتوكي، وانت هيقولوا محدش هيسأل فيها ولا حد هيسأل عنها، اما هي من البداية محدش سأل فيها. فانت عشان ما فيش راجل برضك، ما هو برضك يعني بيت بدون راجل برضه دي كارثة. مع ان في ستات ب 100 راجل، انت برضك عدم وجود راجل هو اللي وقعك انت في الوقعة دي. بس انت انا دلوقتي معايا حكم من المحكمة بس مش عارفة انفذه. يا حبيبتي خليكي نفذتي حكم المحكمة. هي حكم المحكمة هتاخدي ايه في الاخر؟ عارفة هتاخدي ايه؟ ايوه اخد قسيمة القسيمة. من المحكمة، مش منه. يعني المحكمة هتثبت لك ان انت كنت مراته، ايه الافادة؟ برضك لما تيجي هتتجوزي قدام الشخص اللي هتيجي تتجوزيه، فهو انت كنت متجوزة واحد مش معترف بيكي ان انت كنت مراته. زي موضوع اثبات النسب. يعني انت دلوقتي لو كنت خلفتي او حبلت او الحمل اللي انت فيه ده كان يعني كامل، انت دلوقتي بتخلفي عيل، اللي انت خلفت منه العيل مش معترف بيه ان ده ابنه. فالمحكمه بتعمل لك ايه النهارده؟ بتديكي اثبات نسب بورقه.
قدام الناس لو جيت تقدمي له في مدرسه، لو جيت تقدمي له في حضانه، لو جيت تقدمي له في جامعه، فهو انت داخله عليهم لا معاكي قسيمه جواز ولا قسيمه طلاق ولا لا، انت معاكي اوراق من المحكمه. اوراق من المحكمه يعني ابوه مش معترف بيه، جوزك مش معترف ان هو اصلا كان متجوزك. ليه حطيتي نفسك في كل ده؟ بص انا مش هقعد الومك، انت غلطانه غلطانه غلطانه، انا ما بغلطوش هو في حاجه، انت اللي قلتي من نفسك من البدايه. انا دلوقتي هو طبعا غلطان، بس انت الغلط الكبير عندك انت. انا كل اللي هقوله صح. لك يا بنت الناس، انسي خالص، شيلي من دماغك خالص، انسيه خالص، اكن السنتين دول ما عدوش عليكي خالص، اكنك كنت مخطوبه لشخص وغلطت معاه. انا هعتبر كده، هعتبر ان انا كنت مخطوبه لواحد، والواحد اللي انا مخطوبه له غلطت معاه وحصلت علاقه وفسخنا الخطوبه. يجي شخص مش هنغفله برضه، يعني الشخص اللي هيجي ياخدني مش هغفله، هاجي هحكي له السيناريو كله اللي حصل. في شباب او في ناس هتتقبل الموضوع ان انت اتضحك عليكي، وفي طبعا مش هيوافقوا. انت اتجوزتي اتضحك عليكي، يعني انت هبله شويه اتضحك عليكي، فخلاص يعني اي بني ادم، اي انسان بيغلط، انت غلطتي، فاللي هيجي ان شاء الله ان شاء الله يتقبل منك الموضوع. لما جالي حد ان هو يتقدم لي، هو جه هنا عند نيسي، وجه في نص الشارع عندنا، قال مم. الست دي مراتي، واللي هيفكر يتجوزها انا هعمل لها قضية تعدد زوجات. ازاي؟ يعني هو جالي هنا، ما طب انا هو عايز معايا منك ايه؟ قسيمة وهو معاه قسيمة. طب هو عايز منك ايه؟ هو مش عايزني اتجوز، بيقول لي استني سنتين لحد ما ابويا ما يموت، وبعد كده انا هاخدك، لان اللي معترض عليك ابويا. وتفضلي وانا موقفه معايا حياتك وانا سنتين؟ معايا مكالمات صوتية ومعايا كل ما تمام يثبت تمام بالكلام ده. تمام، عايزني ابعتهولك ابعتهولك. وتفضلي موقفه حياتك سنتين. هو اللي موقف وتفضلي، حياتي لا هقول لك مش انا على اللي حاجه، موقفة. موضوع تعدد الزوجات اللي هو بيقوله ده، ان هو ما كانش معترف بيكي والمحكمه اه. اثبتت ان انت كنت عايشه معاه في بيت واحد اه. سنتين، صح كده؟ اه. اه. جميل قوي. هو ما يقدرش يعمل لك تعدد زوجات لان هو اصلا ما كانش معترف بيكي، فمستحيل ان انت هتوقفي حياتك على شخص مش معترف بيكي. وهو عرف منين ان انت بيجي لك حد وبيتقدم لك؟ عندي هنا هو بالتعامل متجوزة عندنا في الشارع. بنت عمه هو؟ اه بس من بعيد. ايه اللفه دي؟ طب وعرف منين اصلا البيت بتاعي؟ ما لان بما هو ان هو ما جاش تقدم لك يعني وانت اللي رحتي له، عرف منين بيتك؟ انا لما كنت بنزل عند امي كان بيقول لي ابعتي لي اللوكيشن، كنت ببعت له اللوكيشن، كل حاجة عندي على الواتساب، المحادثات اللي بيني وبين بالظبط كده. بص يا بنت الناس، انت ان هو يأذيكي او يعمل لك تعدد زوجات او الكلام ده مش هيحصل، لان انت رحتي وعامله له محضر ان هو اصلا مش معترف بيكي، ومش يعني القانون مش هيقبل برضك ولا هيرضى ان انت تفضلي معذبه حياتك على واحد اصلا مش معترف بيك ان انت مراته. لا ده مش هيحصل. انت باثبات المحكمه ان انت اثبتت العلاقه الزوجيه اللي معاكي ده، مش هيقدر يعمل حاجه. عايزين بس نسأل في خطوه مع المحامي طبعا تبعنا هنا، ان انت دلوقتي معاكي من المحكمه اثبات علاقه زوجيه، ينفع بيها تعملي اثبات طلاق، او ينفع بيها تعملي خلع، او ينفع، سيبيني اسالك في القصه دي. تمام. بس من هنا لحد ما اسالك فيها وارجع اكلمك تاني، ان انت ينفع تعملي اثبات طلاق زي ما عملتي اثبات جواز، بحيث ان انت اثبات الطلاق اللي معاكي ما يعملكيش تعدد زوجات. لو نفع ان شاء الله هخلي المحامي اللي عندنا يعمل لك الخطوه دي. ما ربنا يبارك لك نفعش، يا دكتور يا رب. ما نفعش، هقول لك برضه يعني سيبيني استشير المحامي عندنا، لان دي برضك خلاص. مش تخصصي قوي. يعني انا سيبيني اسالك في القصه بتاعت ان هو يقدر يأذيكي او ما يأذيكي. بس من هنا لحد ما هنسال، لا تكلميه، لا تحتكي بيه، ولا اي حاجه، ما تعمليش اي حاجه في الدنيا. وده يا انا بنتي قلت له يا دكتور درس. والله انا مش بكلمه، هو اللي بيقعد يراسلني على الواتس، يقعد يرن عليا، ممكن اعمل لك سكرينات ما وابعتها له، ترديش عليه، ولا برد عليه ما اصلا. يستاهلش ان انت ترد عليه. انه ياخدك من اهلك سنتين يقعدك في شقه وانت مراته. عارفه لو خدك مقعدك في شقه مثلا، او بتروحي وتيجي ان انت صاحبته، هقول لك انت مالكيش حق ان انت تقولي له اتجوزني، او مالكيش حق ان انت تعملي اثبات جواز. انما ان هو كان متجوزك ومقعدك في شقه واثبتي اثبات الجواز، وراحت تحريات مباحث هناك واثبتت ان انت كنت مراته، ده شخص مش كويس. ما هو حضرتك احنا لما اتجوزنا يعني عملنا زفة وكده، عملنا شهر في المنطقة، طيب، عشان كده يعني المحكمة نزلت جوزي، سألت واتأكدت. ايوه. ايوه،
امتى بقى بس المحكمة المشكلة بقى تنزل؟ في المأذون اللي كان عامل نفسه مأذون. امتى بقى المحكمة تنزل وتسأل وما يعملوكيش اثبات الجواز؟ لما ينزلوا يسألوا والتحريات تنزل يلاقوكي فعلا انت ما كنتش مراته، ومحدش في العمارة يعرفك، محدش من الجيران يعرفك. وهرجع لا، واقول لك، الشارع كله كان عارف، ايوه والعمارة والمنطقة تمام، كلها، الشؤون كلها كانت وانت عارفة. عايشة فيها، تمام. بص يا اه. بنت الناس، انت اثبات جواز مش اثبات جواز، المهم ان الشخص مش معترف بالموضوع. صدقيني لا اثبات الجواز هينفع ولا اثبات النسب بينفع ولا حاجة بتنفع خالص. المهم ان الشخص، هل انت معترف ولا مش معترف؟ هل انت موافق ولا مش موافق؟ يعني معلش، يعني كتير جدا ما بيعترفوش بغلطه مثلا غلطوها مع واحده وراحت خلفت. العيل بيبقى مسؤول ايه في الاخر؟ ان هو ابوه مش معترف بيه، وحياته بتتدمر على كده. كويس ان انت ما خلفتيش منه، يعني الحمد كويس لله. ان انت لوحدك اللي حصل فيكي كده. ان لو خلفت الحمد منه لله. كنا نخش في قصه كبيره تانية. اللي معاكي عيل ابوه مش عايزه ومش معترف بيه، كنت برضك هتخبطي دماغك في الحيطه بالعيل اللي معاكي. سيبيني اسالك بقى في موضوع، ان هو انت لو اتجوزتي موضوع تعدد الزوجات، وعايزك تبعتي لي معاكي حاجات المحكمه اللي انت معايا كل حاجة، هبعتها لك على ابعتوا لي، الواتس. ابعتي لي بقى الحاجات دي على الواتس دلوقتي. وهكلمك اقول لك المحامي قال لي ايه في موضوع موضوع تعدد الزوجات. يقدر يعمل لك كده ولا يخبط دماغه في الحيط واعلى مفخره ويركبه؟ ولو في خطوه هتعمليها خليكي تعملي توكيل للمحامي اللي عندنا، وهو هيقوم لك بالقصه دي. تمام، ماشي. خلاص ابعتي لي بس اي حاجه تخص الموضوع ده من المحكمه. خلينا متفقين ان انت غلطانه غلطانه غلطانه. فعلا. انت اللي رخصت نفسك من البدايه خالص خالص. ما عززتيش نفسك زي اي بنت بتعزز نفسها في بيتها، واهله يجوا وناسه تيجي يلا اللي حصل حصل. مم. ابعتي لي بقى الحاجة دلوقتي على الواتس، وبيننا مكالمة تانية هقول لك المحامي بكرة قال لي إيه. إن شاء الله. يلا وخلي بالك من نفسك. مش هقدر. مع السلامة. مع السلامة.